السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معكم محمد. النهاردة أعمل لكم طريقة عمل جلاش بالكريمة. طبعا معايا الطريقة والخطوات عشان تطلع أسهل طريقة بإذن الله. أول حاجة عشان أعمل الشربات حوالي كوبايتين سكر، كوباية مية. أول ما تغلي معايا أحط عصرة ليمونة ونقطتين فانيليا سايلة وارفعهم من على النار لحد ما يبردوا. على ما اعمل الكريمة حوالي كوبايتين لبن، 3 معالق نشا، اقلبهم على بعض على البارد وارفعهم على النار لحد ما قوامهم يغلي معايا ويتقل، واحط عليهم 3 معالق قشطة عشان تبقى غنية معايا، ونحط نقطتين فانيليا وارفعهم من على النار وافضيهم في طبق كده واغطيهم بستريتش رول عشان الطبقة بتاعتي ما تنشفش معايا. عشان اعمل بقى الجلاش بتاعي هجيب لفتين جلاش ويكونوا طريين كده وصابحين وحلوين، وافردهم واخد مقاس الصينية. سهلة جدا يعني. واحاول ان انا اسلكهم كده وادهن الصينية بتاعتي بالمادة الدهنية، واحط 10 رقات بيجيبوا على بعض 10 و10. تمام. واحط الكريمة بينهم وبين بعض كده واوزعهم كويس جدا بالتساوي، وما احطش على الاطراف عشان ما تلزقش معايا. واحط بقى الطبقة التانية واقطع بقى كده بالسكينة الشكل اللي انت حباه بقى. آه، انا حبيت الشكل ده كويس جدا، وحطيت رشيت بقى بين الفتحات وبعضها اللي انا فتحتها بالسكينة، فتحتها كده وقطعتها بالشكل ده ودهنتها بالمادة الدهنية وحطيتها في الفرن. واول ما طلعت من الفرن معايا حطيتها صبيت عليها الشربات البارد، وبقت بالشكل ده مورقة وشكلها جميل وتحفة وحاجة تفتح النفس بصحيح. متنسينيش بقى بدعوة حلوة ما تعملي الطريقة دي وتجربيها. متنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.